واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى في ريفيو جديد. الريفيو بتاعنا النهارده حصري ومختلف ومتميز جدا جدا جدا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نشوف ليه الفيديو بتاعنا النهارده حصري ومتميز. زي ما انتوا شايفين النهاردة معانا عطر جديد من العطور الخليجية الإماراتية، وهو عطر دارين. ليه أنا نزلت لكم الفيديو ده النهاردة، وشمعنا العطر ده بالذات اللي بدأت بيه الريفيوهات بتاعة العطور الخليجي؟ لأن النهاردة عيد ميلاد بنوتي الوحيدة الغالية. أجمل هدية من ربنا هي دارين، وانبسطت جدا ان انا لقيت العطر دوت وهو على اسمها، فحبيت ان انا اهديها في عيد ميلادها العاشر. العطر دوت اول ما شفت مكوناته كنت خايفة جدا ان هو ما يكونش مناسب ليها، لان هي برضو بتحب الحاجات الخفيفة اللايت، يعني ما بتحبش الحاجات التقيلة، وده حاجة تناسب سنها. فتعالوا نشوف ايه المكونات بتاعة العطر، وليه انا كنت قلقانة منه، ورأيي ايه في العطر ده بالتفصيل. زي ما انتوا شايفين العطر بتاعنا الباكجينج بتاعه في منتهى الكياتة، حاجة يعني very 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 cute. الازازة فخمة جدا، تنفع جدا لعرايس، هتبقى شكلها يعني روعة على التسريحة، ومعاها شرشوبة كده، يعني حتى الكواليتي بتاعتها شيك وفخم، والباكجينج متعوب عليه ومصروف عليه رائع. وطبعا الازازة من قدام عليها اسم العطر وجزء من التصميم اللي موجود على العلبة. زي ما انتم شايفين العلبة كلها قلوب جميلة. العطر فعلا مناسب كهدية لعيد ميلاد، يعني حاجة زي ما يكون متفصل لدارين مخصوص. والعطر طلعت ريحته روعة فوق الخيال. العطر دوت حجمه 100 ملي، وهو اودو برفيوم، وتبع شركة أرض الزعفران، وده اللوجو بتاعها، واللوجو ده هو اللي بيثبتلك إذا كان العطر أصلي ولا مش أصلي، بالإضافة إنه مطبوع على العلبة من جوه، ومطبوع هنا على العلبة من فوق اللوجو بتاع شركة أرض الزعفران. نرجع بقى لمرجوعنا ورأيي في العطر. العطر دوت لما جبت مكوناته لقيت ان المقدمة بتاعته تابلية، يعني ريحة توابل وسبايسي والكلام دوت. انا كنت متخوفة ان هو ما يناسبش بنتي، لان بنوتي عمرها 10 سنين، فهي بتحب الحاجات اللايت الخفيفة اللي فيها ريحة أنوثة، فيها ريحة فروتس. ف لما جبته وجربته لقيت ان مفيهوش ريحة توابل نهائي. تعالوا نشوف ايه الكلام اللي كان مكتوب عن العطر. العطر كاتبين عنه ان هو عطر انثوي جذاب شرقي. انا شايفه ان هو فيه حته غربي لان هو ريحته فواكه قوي. كاتبين ان هو بيدوم لفتره طويله، وبيخليكي واثقه من نفسك، وبتتمتعي بالانوثه. اما بقى عن مكوناته، فمقدمة العطر الزنجبيل والحبهان والفلفل، وقلب العطر براعم البرتقال والفانيليا والجوردينيا وجوز الهند، وقاعدة العطر من خشب الصندل والمسك والعنب. انا طبعا ما شميتش ريحة عنب، انا شميت ريحة الفروتس اللي هي زي التوت والفراولة، يعني حسيت كده في مزيج من التوت والفراولة مع ريحة زهور جميلة، يعني ريحة زهور روعة. في حتة صغننة قوي مسكرة كده، والحتة الشوجري دي مش جاية بقى من فانيليا وسكر وكراميل والكلام ده، لا، هي جاية من الفواكه المسكرة اللي فيه. العطر ريحته عجبتني جدا، وعجبت دارين جدا جدا جدا، وده كان اقصى سعادتي ان انا اجيب لها هدية في عيد ميلادها بتشيل اسمها. يعني كل انسان بيعتز لما يكون في حاجة باسمه، يعني وانا بنوتي بتحب الاسم ده جدا، وانا نفسي بحب الاسم ده، عشان كده سميته لها. وانبسطت جدا لما لقيت عطر
باسم بنتي. فبصراحة زي ما يكون متفصل لدارين، العطر كيوت. انا بنتي اصلا كيوت كده في نفسها، عسولة طبعا من يشهد العروسة. حاسة ان هو اتعمل لها مخصوص بالفعل يعني، والكل اللي اسمهم دارين طبعا. العطر بتاعنا النهاردة رائع، فوحانه ممتاز، ثباته معقول. انا رشته في الهدوم، قعد معايا يوم التاني كان بدأ ريحته تهدى. هو كعطر مش فواح وقوي واللي هو تشميه بقى تصدعي وكده، لا هو عطر كله أنوثة ورقة، يعني أنا مسمياه عطر الكياتة. هو فعلا كيوت، يناسب طبعا السن الصغير زي سن بنتي كده، ويناسب برضو العرايس، الناس اللي في الجامعة. عطر رائع يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنا شايفاه عطر ربيعي كله بهجة وسعادة وريحة عطرة، يعني زي ما بيقولوا كده ريحة تتعطري بيها، ريحة ما يختلفش عليها اتنين. رائع 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 بامتياز. وده كان رأيي في العطر بتاعنا النهاردة، عطر دارين من أرض الزعفران. أي حد جرب العطر دوت سواء من برا مصر أو من جوه مصر يقولي رأيه ايه في التعليقات. بالرغم من ان انا عارفة ان العطر دوت رائع واي حد هيجربه مش هيختلف عليه. يعني ده من العطور اللي ممكن تشتريها وانتي مطمنة، ريحته فوق الروعة بمراحل، بجد ريحته شيك جدا. انا شميت عطور كتير انتوا عارفين، وان انا مجربة عطور كتير جدا، من اجمل العطور الخليجي اللي انا شميتها حرفيا، مش عشان هو على اسم بنتي بس الريحة فعلا بهرتني بامتياز. ده كان رأيي في العطر بتاع دارين. انا مستنية ارائكم انتوا كمان في التعليقات، مستنية رأيكم في الباكجينج وجمال العلبة وجمال الازازة. يعني حاجة فخامة بجد، حاجة فخامة وشياكة، مش ريحة وبس، لا ريحة وباكجينج. وانا بحترم جدا البرفان اللي بيكون جميل في التكوين وجميل في الريحة وجميل في الشكل الخارجي. فده بالنسبة لي يعني حقق كل الشروط اللي مطلوبة منه، ريحة وثبات وفوحان، شكل الإزازة، شكل العلبة نفسها. أنا محافظة العلبة بالسلوفان بتاعها لأن أنا عجباني قوي شكل العلبة، شكل العلبة مبهج. وكل القلوب دي ليكي يا دودو، سنة سعيدة عليكي يا حبيبتي، تحققي فيها كل أحلامك وطموحاتك، ويا رب سنين العمر كله في هنا وسعادة، ويا رب يقدرني اجيب لك كل سنة هدية احلى من السنة اللي قبليها. مستنياكم كلكم بقى في التعليقات تقولوا لدارين كل سنة وانتي طيبة يا دارين. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.